إذا أيها الإخوة والأخوات المشاهدين منكم والمشاهدات، مانشستر سيتي بيتعادل مع أرسنال في الدوري الإنجليزي، وطبعا المستفيد ليفربول اللي كسب برايتون 2-1. وإيه، تحس إن الدوري الإنجليزي حالف ما يخلص، أو حالف المنافسة فيه تكمل لحد الآخر عشان تبقى في صالح ريال مدريد برضو اللي هيريح 9 أيام قبل ماتش مانشستر سيتي. وبيب جوارديولا يقول لك احنا هنلعب ومش هنلعب وازاي وحرام مش عارف ايه، ويطلع انشيلوتي يقول له احنا عندنا افضليه بس شويه كده ان احنا نكسب ومش عارف ايه، وتبدا المناوشات الجميله ما بين بيب جوارديولا وانشيلوتي. ولكن هنيجي نتكلم على السيتي وارسنال دلوقتي. مانشستر سيتي بدأ بستيفان أورتيجا في حراسة المرمى في ظل غياب إيدرسون طبعا، أكانجي ودياز وأكي وجافارديول، باختلاف بقى مين فيهم اللي في الملعب بيلعب ايه. يعني ممكن تلاقي جافارديول هو اللي باك شمال، ممكن تلاقي أكي، ممكن تلاقي أكانجي في نص الملعب جنب رودري. يعني بص، في دكن في الحتة دي بصراحة. وعندك رودري في نص الملعب، وعندك برناردو سيلفا وفودن ودي بروين وكوفازيتش وهالاند. تقدر تقول ان احنا مانشستر سيتي ما لعبش الخطه في وجود ستون. يعني ما شفتهاش تيبيكال، يعني كان في شكل ليه لكن مش تيبيكال. ارسنال الناحيه التانية عنده ديفيد رايا وبن وايت وساليبا وجابرييل كيفيور اللي لعب باك شمال، واللي تومياسو نزل مكانه بعد كده، اوديجارد، جورجينيو، ساكا، كاي هافرتز وجيجوس. انا عايز اتكلم برضو انه انت دلوقتي يعني مين اللي كان في نص الملعب؟ يعني عندك اوديجارد ده قدام، ساكا قدام، كاي هافرتز هو اللي كان جنب جورجينيو. مش مقتنع، يعني عارف مش مقتنع انا. يعني ما اعرفش يعني ما تقدر تقول كده انه ايه. آه آه، يعني يعني حاجه في ارسنال تحس ان انت ايه في نص الملعب كده نزل توماس بارتي برضه بعد كده. ما تعرفش وديكلان رايس برضه كان موجود. بص ارسنال محتاج انه ايه ما يكبرش. يعني لما محتاج لعيبه اجيب، محتاج ان هو ما يكبرش. طيب، في الدقيقه 8 كان في عرضيه من بين وايت لجابرييل جيسوس، وكان جيسوس ناحيه الشمال كده في ال 18، سدد الكوره جنب ايه قائم اليمين، وستيفان اورتيجا كان ليه ايه ردة فعل عليها، وكان يعني ايه مش واقف بيتفرج على الكوره ولا حاجه. طيب، في الدقيقه 16 دي بروين عمل عرضيه لاكي وبالهيد من جوه ال6 يارد مثلا اكي، والكوره يعني مسكها رايه تحس ان هو ايه، يعني ما صدق. يعني عارف اللي هو ايه، انت لو خدت بالك هتلاقي ايه ده كوره معايا يا لا، يعني عارف هو مش مصدق اصلا. طيب، في الدقيقه 21 السيتي كان ليه سيطره تامه على الملعب، بس المشكله ان يعني ما فيش خطوره. يعني ارسنال واقف مدافع وانت مش عارف تعمل اي حاجه من الدقيقة 21 لحد الدقيقة 26، لحد ما مثلا أكيد صاب ونزل ريكو لويس الباك اليمين. تحس إنه لأ خلاص، ما يعني إيه، ما فيش أي حاجة بيعملها السيتي غير إن هو معاه الكورة بس. خد بالك. طيب، في الدقيقة 31 جيسوس كان ليه برضه تسديدة جنب القائم الشمال. هو بيسدد يا إما جنب القائم اليمين يا إما جنب القائم الشمال، أو كل تسديدات أرسنال مش جيسوس بس عشان أكون صريح معاك. يعني الشوط التاني كوفازيتش برضه شاط كورة جنب القائم الشمال، برضه نفس الموال بتاع الأرسنال برضه. في الدقيقة 52 ساكا عمل عرضية لجيسوس مرت من أمامه. يعني اللي هو إيه، جيسوس تحس إن هو، أنا مستغرب على فكرة، انا مستغرب جدا زيكم والله ان الكوره دي عدت من قدامي. ده مش انا اللي بقول كده، لا جيسوس هو اللي بيقول كده. يعني عارف اللي هو انا مستغرب جدا يا جماعه. طيب، في الدقيقه في الدقيقه 62 فودن ما نزل طلع ونزل جيرمي دوكو، وكوفازيتش طلع ونزل جريليتش. طيب، احنا لو قعدنا نفصص بقى الخطه بتاعت السيتي كانت عامله ازاي في الوقت ده في اول الدقيقه 62. كوفازيتش طلع ونزل جريليتش. هنا بقى ابتدى الشكل بقى، ابتدى ان عندك اكانجي جنب رودري في نص الملعب، عندك دياز وجافارديول الاثنين قلوب دفاع، وعندك ريكو لويس بيقوم بالدور اللي كان بيقوم بيه وولكر لما كان موجود في الملعب. في الدقيقه 66 جورجينيو طلع ونزل توماس بارتي. ياه، توماس حفله يا جماعه رجع. ويعني انا مش عارف هم مستحملينه ازاي، مش هكون صريح معاك يعني.
مش معنى اني جبت ديكلان رايس فالموضوع خلص على كده، لا ما فيش الكلام ده. عندك كيفيوت طلع ونزل، تومياسو في الدقيقه 66 نزل، وهو يعني انا شايف ناس معترضه يعني ان تومياسو نزل، فهي عادي. يعني كيفيوت بقى كتر خير الدنيا، يعني عارف اللي هو ايه، هو كتر خير الدنيا على الماتش كله اصلا، ارسنال طلع 0-0 يعني، كتر خير الدنيا كلها اساسا. طيب في الدقيقة 70 الاستحواذ السيتي وصل لحد 74% وارسنال 26% في الدقيقة 70. فواضح يعني، واضح يا اسطى جدا يعني ان ارسنال كان ايه، يعني مش عايز يخسر. واضح ان ارسنال مش عايز يخسر. في الدقيقة 72 تروسارد نزل مكان جيسوس. وفي حاجة برضه، هو جيسوس لو كان فيه الخير ما كانش رمى الطير. طبعا ده يبان حاجة يعني ايه، عارف، تافهة جدا وساذجة جدا اللي أنا بقوله ده. بس هو بيب جوارديولا ما قدرش يحقق بيه دوري الابطال، فمشاه، حاسس ان هو مش ده مهاجم نمبر 1 ولا 2 حتى، واخد بالك. فانا عارف ان ده ابجريد في ارسنال، انت كان عندك مين مهاجم قبل كده؟ مش عايزين نتريق بقى، واخد بالك، ما حدش فاكر اساسا. فتمام، لكن مش احسن حاجه، محتاج مهاجم. الكلام بقى اللي على اوسيمان وايفان توني بتاع برينفورد والكلام ده، انا شايف انت عايز تقف قدام السيتي تجيب مهاجم قوي او تقف قدام منافس قوي وتحس ان انت عندك مهاجم يعني ايه، اللي بالي بالك بقى حاجه جامده كده، يبقى لازم تجمع. ما ينفعش الكلام الاستبحث اللي انتوا بتعملوه ده بصراحه. ماشي، بس ده كان الفيديو على السريع كده. ويعني ايه، ان شاء الله الدنيا الفتره اللي جايه ايه تكون احسن علينا كلنا. كل سنه واحنا طيبين، وكل سنه وفلسطين حر. سلام.